السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد المعسله راقيه وجميله في المنظر ولذيذه ورائعه ايضا في المذاق، فقط بالمكسرات والفواكه الجافه وعجينه عجينه بليغه السنجلان. كنحضروها بدون عناء وبمكونات اقتصاديه. فبسم الله وعلى بركة الله. كما عودتكم دائما المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. عندي هنا واحد الاناء اللي كندير فيه جوج زلايف تاع الدقيق. هنا عندي الدقيق الابيض يعني الدقيق الفورس ما يعادل 500 غرام، وكندير واحد الجبانيه تاع السنجلان. هنا السنجلان كنكون نقيته غسلته ونقيته وحمرته غير شويه، يعني غير كنصهدوه وصافي. عندي الجبانيه ما يعادل 250 غرام تاع السنجلان، وكندير واحد كيس ديال زهرة البرتقال اولا كيس فاني اللي متواجد عندك واللي حبيتي، وكندير واحد الساشي ديال خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام بيكن باودر، وكنضيفو واحد رشة ملح. ضروري كندير واحد رشة ملح باش تعدل لنا المذاق، تكسر لنا الحلاوة في هاد المعسلة. كنخلطو هاد النواشف كاملين. هنا درت فقط الزلافه ديال السنجلان، يمكن لك ديروا جوج الزلايف، ولكن من الاحسن كنديروا الزلافه فقط ديال السنجلان. وكنضيف صفار بيضه واحده، يعني كنضيفوا غير صفار فقط، كنحيدوا ابيض بيضه وكنديروا صفار بيضه. وهنا عندي 4 ملاعق كبار ديال الزبده المذابه، كندوبوها عاد كنعبروا 4 ملاعق ديال الزبده المذابه. وعندي 3 ملاعق كبار تاع الزيت النباتي. من بعد كنبسو هاد المكونات. يمكن لك في هذه المرحله تضيفي ايضا ملعقه صغيره ديال الخل. الا بغيتي تجيك الحلوه ديالك هشيشه كتضيفي ملعقه صغيره ديال الخل، انا استغنيت عليها. وبالنسبه لهاد العجين فغادي نجمعوه بماء الزهر وماء الصنبور، يعني كنخلطو بين ماء الزهر وبين ماء الصنبور وكنجمعو به هاد العجين. كنبقاو نضيفوه تدريجيا، نبقاو نضيفوه يعني تدريجيا. بالنسبه لي انا هاد العجين هز ليا كاس ونصف ديال ماء الزهر مخلط مع ماء الصنبور، كاس ونصف بالضبط اللي هز ليا. صافي كنبقاو نجمعوا في العجينه ديالها، ما نديروهاش مرخوفه بزاف وما نديروهاش قاصحه، يعني كنديروها باش نتحكموا فيها، نحلوها بالحلان ونشكلوها، يعني ما نديروهاش مرخوفه بزاف باش ما تبقاش تلصق لينا، وما نديروهاش عاوتاني قاصحه بزاف. صافي ملي كنجمعوها وكتجيب هاد القوام وكنغطيوها بكيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح شويه، يعني باش ما خليناها ارتاحت كتجي مزيان وكطاوعنا في الخدمه. بالنسبه لهاد العجينه غادي نشكلها في هاد لي مول ديال لي طارطوليت اللي على شكل باطو، اولا اي مول عندك يعني ديال لي طارطوليت المدورين ولا المربعين اللي متوفر عندك. هنا دهنت صبعي بشويه الزيت النباتي وكندهن به دوك لي مول باش ما تلصقش ليا فيهم العجينه. كندوز عليهم بهذا الشكل كاملين، يعني كندير شويه تاع الزيت. صافي كنجيب العجينه ديالي كنشكلها بهذا الشكل، كنشكلها على شكل صبيعات حيت عندي لي مول ديال الباطو، فكنشكلها بهذا الشكل باش تجيني سهله نشكلها في المول. وهنا كنجرب العجينه ديالي واش يعني ندير هاد الصبيعات بهذا القد ولا نكبرهم شويه اولا نصغرهم، كنشوف واش العجينه ديالي هي هذيك. المهم الا كاع كانت وافيه شويه ماشي مشكل، كنحيد داك شويه اللي كيكون وافي، غير ما تكونش قليله وتخصني. صافي كنحيدو الزوائد، كنقادوها في ليمون بهذا الشكل وكنحيدو الزوائد كما كتلاحظوا. وهنا غنجي نشكل العجينه كامله بنفس الحجم، كنشكلهم صبيعات ونغطيهم بواحد كيس بلاستيكي باش ما تنشفش ليا العجينه ديالي وتبدا تفرتت ليا. كنغطيهم بكيس بلاستيكي من بعد ما كنشكلها كامله. بالنسبه للبنات انا هنا راه شكلت غير الكره الاولى. صافي كنديروها هكا في ليمول ديالنا، نحاولوا نقادوا العجينه مزيان، خصوصا البنات هنا هاد الجناب هنا خاصنا نورقوا عليهم باش ما تجمعش لينا العجينه تم ويبقى لينا معجن.
هاد الجنب. صافي كنقادو العجينه كامله وكنحيدو الزوائد الا كانوا في الزوائد في العجينه، كنصوبوهم بهذا الشكل كاملين. بالنسبه للبنات انا هنا عندي 10 القوالب اللي عندي في هاد الليمول، هاد الليمول ديال لي طارطوليت ما عنديش بزاف، عندي فيهم 10 فقط. فغنشكل هاد العشرة اللي عندي بهذا الشكل. في هاد الاثناء البنات كنكون شاعله الفران ديالي حتى كيسخن وكنقص عليه بادنى درجه، وكنشد هاد العجينه كنتقبها بالفورشيط وكنخشيها في الفران، كنخليها كتشمع فقط تنشف لينا العجينه وكنخرجوها باش نقليوهم. الا بغيتو طيبوهم في الفران حتى كتخليهم حتى كيطيبوا في الفران وتعسليهم. بالنسبه انا غندير لهم فقط غنشمعهم وغنخرجهم ونقليهم في الزيت، وصافي ملي كيطيبوا كيتحيدوا من الليمول بكل سهوله، ونعمروا عاوتاني ليمول ديالنا ونخشيوهم في الفران. كما كتلاحظوا يعني ملي كيتشمعوا كينشفوا لينا كيتحيدوا لينا بكل سهوله، كيجيو بهذا الشكل غير مشمعين فقط، ما كنخليهمش حتى كيطيبوا في الفران. انت بغيتي طيبيهم في الفران كطيبيهم في الفران. هنا كنجيب مقلاة كندير فيها الزيت، انا درت كاسرولة حيت باش تجيني الزيت مجموعه، وكنديرها فوق النار وكنخلي الزيت ديالي حتى كتسخن. عاد كنرمي فيه دوك العجين ديالي. بالنسبه للبنات كتكون الزيت سخونه وكنقصوا على العافيه لادنى درجه باش ما يتحرقوش لينا دغيا. صافي كنرميو العجين ديالنا بهذا الشكل وكنبقاو نقلبوا فيهم، يعني نبقاو نحركوا فيهم حتى كيتحمروا لينا في جميع الجوانب، حتى كيشدوا لينا اللون الذهبي كما كتلاحظوا بهذا الشكل. في هاد الاثناء جبت العسل ديالي وحطيته باش ندير فيه المعسلات، نعسل فيه المعسلات. كنحيدوهم من الزيت وكنخليهم يتسقطروا وكنعسلهم في العسل ديالي. بالنسبه لهذا العسل ففات ليا شاركت معكم طريقه تحضيره، العسل بالبرتقال جلديد ورائع في المعسلات البنات. صافي كندير فيه المعسلات ديالي. في هذا الاثناء كنطفي على البوطه ديالي باش ما تبقاش تحرق ليا الزيت، حتى كنغطي المعسلات بالعسل بهذا الشكل. عاد كنرجع نشعل على الزيت ديالي باش يبدا يسخن عاوتاني، ونلوح العجين للرميه الثانيه ديال العجينه ديالي باش تسقلا. هنا البنات راه سرعت الفيديو، اما يعني خداو الوقت ديالهم في الطياب، ما خصهمش يتحمروا لكم دغيا. وهنا كنرجع القليه الاولى اللي كنت درت في العسل كنحيدهم، والاخرين اللي خليتهم كيتحمروا. صافي كنحيد القليه الاولى وكنمشي عاوتاني ونحيد القليه الثانيه كنديرها في العسل بهذا الشكل، يعني كتبقاي منظمه شغلك. هنا البنات خاص ضروري كندير لهم بهذه الطريقه، يعني باش يتسقطروا لينا من العسل كامل، كيتسقطروا لينا من الداخل، كنقلبوهم بهذا الشكل باش يتسقطروا من داك العسل. وهنا غنمروا باش نحضروا الحشوه باش نحشيو هاد المعسلات. كما كتلاحظوا هنا عندي بعض المكسرات وبعض الفواكه الجافه، عندي كاسرولة اللي غادي نخلط فيه هاد المكونات. كناخذوا ملعقه كبيره من العسل وكنضيفوا ملعقه صغيره ديال الزبده، ومن بعد كنضيف ملعقه صغيره ديال الجليكوز. بالنسبه للبنات هاد الجليكوز انا اللي حضرته في البيت، جا رائع البنات. دائما انا كنحضر الجليكوز في البيت بهذه الطريقه، يعني الطريقه ناجحه 100%، وكيجي رائع وكيبقى عندك في الثلاجه كتستخدمي وقت ما بغيتي. صافي كندي هاد المكونات نديرهم فوق النار ونخليهم حتى كيذوبوا وينسجموا مع بعضياتهم. كما كتلاحظوا كيجيو بهذا الشكل. صافي كندير فيه دوك المكسرات ودوك الفواكه الجافه اللي قطعت بهذا الشكل. بالنسبه للبنات هنا عندي يعني 10 دراهم من كل حاجه، اللوز ايفيلي واللوز عادي اللي حتى هو قرطته، وعندي واحد شويه ديال كاوكاو كونكاسي، الزبيب، المشماش، التمر، يعني كتستعملي اي حاجه متواجده عندك كتستعمليها. صافي كنخلطوهم بهذا الشكل وكنجيبوا دوك المعسلات اللي طيبنا وعسلنا من قبل. كما كتلاحظوا كنخليهم حتى كيسقطروا مزيان من العسل وكنعمرهم بديك الحشوه. بالنسبه للبنات دور الجليكوز فكيلصق لينا هاد الحشوه، يعني هاد المكونات مع بعضياتهم. الا بغيتوني نشارك معكم طريقه تحضير الجليكوز في المنزل فقولوها لي في التعاليق،
واكيد ما غنبخلش عليكم باي حاجه يعني جربتها وعجباتني فعلا. رائع بدون جيلاتين، جليكوز ناجح 100%. وان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضيره. من بعد ما درت فيهم ديك الحشوه غنزينهم هنا بشويه تاع البيستاش كونكاسي بهذا الشكل كما كتلاحظوا. انا عندي هنا بيستاش قليل فخليته باش فقط نزين من الفوق. الا عندك كتير فخلطيه مع يعني مع ديك الحشوه، اولا كتزيني بداك الفاني ديال لي صابلي اولا الورد يعني اللي متواجد عندك. صافي كنكملوا بنفس الطريقه جميع الحبات اللي عندنا. بالنسبه للبنات انا هنا عندي يعني خديت 10 دراهم من كل حاجه، فعمرت ليا نصف الكميه يعني ما عمرتش ليا كل شيء. ولكن البنات راه كتخرج لك واحد الكميه هائله. انا خرجت ليا 200 حبه هاد العجينه. صافي كنعمروهم بهذا الشكل حتى كنكملوهم كاملين. فهذا هو الشكل النهائي ديال المعسلات ديالنا اللي حضرت معكم اليوم البنات. كيجيو بهذا الشكل، كيجيو رائعين في المنظر وفي المذاق ايضا، غنيين بالمكسرات والفواكه الجافه. يعني كديري شي حاجه رائعه لشهر رمضان. وايضا هذا النوع من الحلويات يمشيو مع جميع المناسبات، يعني يمشيو مع لي صابلي، فهما راقيين ورائعين في المنظر. بالنسبه للبنات الا بغيتي طيبيهم في الفران فكديريهم في الليمون وكتخشيهم في الفران، كتخليهم حتى كيطيبوا يعني، وتخرجيهم وتعسليهم الا ما بغيتيهمش مقليين. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهاش هاد ليمول ديال لي طارطوليت اللي كتشكل فيها هاد الباطو، فغادي نشارك معكم في الفيديو القادم طريقه سهله وبسيطه بدون قوالب كنشكلوا هاد المعسلات وكنحشيهم بالمكسرات والفواكه الجافه. هنا البنات كتشوفوا من الداخل كتجي معسله. كنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو شيء بسيط. وما تنسوش ديروا لي الجيم والبارطاج للفيديو. وشكرا على المشاهده والى اللقاء، وموعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله.